بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد من قناه شبرون. الاهلي حبيب اهل الاهلاويه طبعا، وطبعا الزملكاويه بيكرهوا الاهلي، حاجه معروفه يعني. هيلاعب النهارده سموحه، مباراه ما هياش سهله، مباراه قويه جدا. خلي بالك سموحه كان لاعب بيراميدز وكسبوا اتنين، يعني سموحه كسبت بيراميدز 2-1، وسموحه كان لعبت الزمالك والزمالك كسبها 1-0، وكان بظلم تحكيمي لان سموحه كان ليه ضربه جزاء والحكم والفار عملوا من بنها. ماشي. طيب عايز اقول لك مباراه صعبه جدا، لان كمان خلي بالك سموحه مع حارس تقيل، ما هوش حارس سهل، اللي هو الحارس اسمه ميهوب، احمد ميهوب. فاهم انت؟ حارس تقيل، حارس كان تعب لعيبه بيراميدز بصراحه يعني، وكان متالق في المباراه ديت. ماشي. عايز اقول لك بس خلي بالك يعني برضو سموحه كانت في المباراه الاخيره اللي لعبوها، اللي هي كانت في الجوله 18، كان بيلعب الاتحاد السكندري، وكانت المباراه خلصت 1-0 للاتحاد السكندري. كان بجون عبد الرحمن مجدي في الدقيقه 76. بس خلي بالك سموحه فريق رخم، فاهم انت قصدي؟ فنخلي بالنا شويه. وخلي بالك انت النهارده يعني لسه اقول لك على التشكيل الواقع بتاع النادي الاهلي وجايبه النادي الاهلي، بس انت النهارده مش هتلعب بياسر ابراهيم، انت يا هتلعب يا ياسين مرعي، وشكل المدرب 100% هيحط بيكهام، بس انا نفسي يحط ايه هذا رياض، يعني فاهم انت قصدي؟ فتخيل انت ياسين مرعي وبيكهام، ده هتبقى في الكنافه النهارده، يعني ربنا يستر. طيب الاهلي وسموحه في الجوله 19 من الدوري المصري ممتاز. المباراه اللي هتتلعب النهارده الاثنين الموافق 23 فبراير 2026 الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر، و10:30 مساء بتوقيت السعوديه وقطر والعراق وسوريا واليمن والكويت والاردن والبحرين. اما الساعه 11:30 مساء بتوقيت الامارات وسلطنه عمان، والناس اللي بتتابعنا من تونس والجزائر والمغرب هتبقى المباراه الساعه 8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراه بتتلعب على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندريه، نادي سموحه هو صاحب الارض. المباراه مذاعه عبر قناه اون سبورت 1 على النايل سات. طبعا انا مش عارف اوصل لها، لان انا في الشارع وانا مثلا في الشغل مش عارف ايه. تقدر تشوفها، تنزل ابلكيشن كوره بلس على الموبايل، وتقدر تشوفها على ابلكيشن كوره بلس، او خش لو انت على الكمبيوتر مثلا خش على موقع كوره بلس، هتلاقي هناك مذاعه بس مباشر وبكذا جوده يعني. ماشي، بتبتدي من جوده 270 يعني و360، وانت طالع بقى 480 و720 اتش دي وكده يعني. طب انا برضو لو في موقع تاني، موقع يلا شوط، اكتب على جوجل يلا شوط، هتبقى هناك مذاعه على موقع يلا شوط. ماشي. طيب عايز اقول لك بس بصراحه كوره بلس احسن، عشان مش هيظهر لك اعلانات كتير يعني. ماشي. كوره يلا شوط ممكن يظهر لك كذا اعلان يعني. ماشي. طيب المباراه بصوت المعلق مؤمن حسن. ماشي. طيب الترتيب الفريقين، هقول لك ترتيب الفريقين بالتفصيل. عندك الاهلي في المركز الرابع برصيد 33 نقطه من 16 مباراه، فاز في 10، تعادل في انا اسف فاز في 9. الاهلي هقول تاني معلش انا اسف، الاهلي في المركز الرابع برصيد 33 نقطه من 16 مباراه، فاز في 9، تعادل في 6، خسر في 1، سجل 27 هدف، ودخل في الاهلي 15 هدف، وده كتير قوي يعني. 15 هدف بيخش في النادي الاهلي ده كتير قوي يعني. ماشي. طيب وده يعتبر ان انت خط الدفاع بتاعك وحش، والحارس بتاعك مش حلو بقى يعني، فاهم انت؟ طيب عندك سموحه في المركز الثامن برصيد 25 نقطه من 17 مباراه، فاز في 6، تعادل في 7، خسر في 4، سجل 15 هدف واستقبل 11 هدف. طيب عايز اقول لك يعني تشكيل النادي الاهلي، التشكيل المتوقع يعني النادي الاهلي عندك في حراسه المرمى يبقى طبعا هو الدوري يبقى محمد الشناوي، ودوري ابطال افريقيا يبقى ايه اللي هو شوبير، مصطفى شوبير. خط الدفاع يتكون من الرباعي. الموقع كاتب محمد هاني، واتمنى يكون هذا الرياض، بس هو شكله هيحط بيكهام وياسين مرعي وبالعمري. اتمنى يبتدي بالعمري، ما يهوش بيهيس ويحط لك احمد نبيل كوكا، ده تهيس متهيس ده. طيب خط الوسط الموقع كاتب احمد نبيل كوكا وديانج ومحمد علي بن رمضان. لا انا اتوقع هو مروان عطيه، وانا عملت فيديو شورت في نفس القناه قلت لك مروان عطيه هيلعب المباراه، لان ايه ما مش اشتراك منذرات ولا حاجه، الكلام ده كان قديم، كان اتعاقد في مباراه بتروجيت. ماشي. كان اخد في الزمالك وبعين فرقه ثانيه، وكان الاتحاد السكندري، وبعد كده ايه اتعاقد ما لعبش مباراه بتروجيت واتغرب 5000 جنيه.
لكن هو هيبتدي هيلعب مباراه سموحه عادي. ده كانت تهييس من المذيع بتاع مباراه الجونه لما كان بيذاع في مباراه الاهلي والجونه اللي خلصت 1-0 للنادي الاهلي. ماشي. فمروان عطيه هيلعب عادي، وهيبقى جنبيه ديانج، ماشي، اليو ديانج ومحمد علي رمضان. وهيبقى في خط الهجوم ممكن هيبقى امام عاشور، وكده موقع كده بتمويش، بس انا اتوقع يبتدي بمحمد شريف، وهيبقى يعني كجناح شمال هيبقى اشرف بن شرقي. ماشي. طبعا اللي غايبين عن المباراه عندك ياسر ابراهيم تراكم البطاقات الصفراء، وعندك عمرو الجزار مصاب طبعا، وزيزو مصاب، وتريزيجيه مصاب. ماشي. طيب طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يكسب. عايز اقول لك برضو قائمة الأهلي قدام سموحة، عندك في حراسة المرمى الشناوي وشوبير وسيحة. خط الدفاع ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عيد وكريم فؤاد ويوسف بالعمري وهادي رياض ومحمد هاني. خط الوسط محمد علي بن رمضان، مروان عطية وإمام عاشور وإليو جانج وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر. وخط الهجوم يالسن كمويش ومحمد شريف ومروان عثمان وتاكا. ماشي. عايز اقول لك اللي هداف النادي الاهلي لحد دلوقتي هو تريزيجيه، جايب 6 اهداف. اما هداف الدوري لحد دلوقتي اللي هو عبد الدباغ بتاع الزمالك جايب 7 اهداف. ماشي. ماشي. خلي بالك برضو اللي جايب 6 اهداف في الدوري صلاح محسن المصري البورسعيدي، ومحمود تريزيجيه الاهلي، وناصر ماهر بيراميدز جايب 6 اهداف. صديق اجولا سيراميكا كليوباترا جايب 6 اهداف. عمر الساعه بقى جايب ايه؟ اللي بيلعب في المصري اللي كان بيلعب في الاهلي سابقا، وطبعا هو راح اعاره وهيرجع تاني ان شاء الله النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي متمسك بيه عايزه تاني في النادي الاهلي عشان ايه؟ طبعا اوليو جانج ايه؟ رايح فالنسيا، فهنرجع عمر الساعه وكباكا يعني. ماشي. عمر الساعه جاب 5 اهداف. ماشي. تتوقع النادي الاهلي يكسب ولا يتغلب ولا يتعادل؟ يعني مين اللي يكسب؟ وحتى الموقع بيقول لي تتوقع من سيفوز، فوز سموحه ولا تعادل ولا فوز الاهلي؟ طبعا انا اتوقع فوز النادي الاهلي، بس المباراه ما هي سهله، مباراه صعبه، فهمت قصدي؟ فانا اتوقع فوز الاهلي. الموقع الناس اللي اختارت الاهلي 77%، اما سموحه اللي هيفوز مختارين 10% و13% تعادل. طبعا اللي مختار تعادل او فوز سموحه ده طبعا الزملكاويه. طيب لما نقرا بعض التعليقات، علي قال لك فوز الاهلي ان شاء الله، جاب 450 اعجاب و60 مش اعجاب، طبعا زملكاوي مش اعجاب يعني، ربنا يهديهم. قال لك ان شاء الله، يعني يوسف قال لك ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-1. قال لك فوز الاهلي ان شاء الله يوسف محمد ابو سيد. عبد الله قال لك الاهلي هيفوز 6-0. صعب قوي يا عبد الله، يعني صعب قوي. كله بيتوقع النادي الاهلي هيكسب ان شاء الله، الاهلي هيكسب، الاهلي فوق الجميع، وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يكسب. ولو انت من عشاق النادي الاهلي زي اشترك في القناه. كان معكم شبرون محمد كرم شبرون من قناه شبرون، ودخل في الموضوع والسلام.